مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المشتركين معايا في القناة، اخواتي وحبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كام فيديو كده مش بطلع معاكم او مش بظهر معاكم. فانا حابه بس ان انا اشكركم واشكر كل المشتركين معايا في القناه جديد. متشكره جدا جدا، على راسي، شرفتيني. وكل اللي بيشوف يا جماعه الفيديو حتى لو ثانيه واحده برضو على راسي من فوق. اتمنى انك تشرفيني بالاشتراك في القناه. و... ولايكات بقى يا جماعه، بقى لايكات لانها هتفرق فعلا في ايه ان القناه تترفع وكده. حابه اشكركم جدا جدا، وعايزه بس ان انا ابتدي الفيديو معاكم على طول كده. الفيديو ده بالنسبه يا جماعه، ده هيبقى بالنسبه للبنات اللي هم الصغيرين، ومفيش مانع برضو ان احنا الكبار نتفرج برضو عليه. تمام. هنا بقى انا كان عندي بانيه، كان عندي يعني كميه، يعني كيلو. تمام، لان الخلطه اللي انا عاملاها دي او التتبيله اللي انا عاملاها ديت هتقضي كيلو. تمام. انا عندي بقى طبعا البانيه بشطفه كويس جدا، بغسله طبعا كويس جدا، بعدين اشطفه وانشفه من الميه، بحطه في مصفى لحد ما ينزل الميه اللي فيه. تمام كده. وبعدين بعمل بقى التتبيله اللي هي ايه. عندك بيضتين، عندك 3، عندك بضايه. مش عايزه تعملي بيض خالص مش مشكله، مش هتفرق اصلا. بس انا عملت هنا الخلطه او التتبيله، عملتها ببيضتين وكوبايه زبادي. توابل بقى، ملح، نص من كل حاجه، نص معلقه ملح، فلفل اسود، بابريكا، كركم. بس كده. لو عايزه تحطي توم باودر حطي، عايزه تحطي بصل باودر حطي. تمام. بس كل ما بنكتر في التوابل يعني ايه، يعني هتبقى زحمه. يعني حتى والله لو اكتفيتي فلفل اسود وشويه ملح زي الفل. تمام. تمام كده. معانا بقى بعد ما البانيه يتصفى خالص من الميه بتاعته ونشف خالص تماما، هنبيته في التتبيله دي. يا جماعه، وما تنسيش مع التتبيله ديت نص كوبايه عصير بصل. نص كوبايه عصير بصل. وابشري البصلايه كده او فرميها في الكبه وعصريها كويس قوي، هتنزلي الميه بتاعتها على قد ما تديكي نص كوبايه او كوبايه بصل او كوبايه عصير بصل. هتحطيها على التتبيله دي. تمام. وتبيتي بقى ايه البانيه في التتبيله دي. عايزه تعمليها كمان ساعه مش مشكله، عايزه تعمليها كمان ساعتين، عادي مش مشكله خالص. تمام. طبعا بقى بعد ما حطينا البانيه في التتبيله وسبناها شويه، هنطلعها بقى، حطيها في التلاجة كمان الافضل يعني. هتطلعيها وبعدين هنحضر بقى بوله او صينيه زي ما انا عامله كده، هنحط فيها البقسماط. كان عندي بقسماط او فيجيتار، اي حاجه عندك يعني. تمام. هتنزلي بقى الكميه بتاعتك اللي انت هتعمليها على قد الكيلو. هتفضيها بقى في صينيه او في بوله وتفضي عليها نص كيس نشا. تمام. هنحط بقى، هتشيلي انت بقى البانيه من التتبيله ديت، وحاولي برضو تصفيها كويس جدا عشان ميبقاش فيها اي ميه، عشان قشره البانيه ما تفكش منك. تمام. هتحطي بقى ايه في قلب البقسماط، هتغلفي بقى البانيه يعني هتضغطي عليها بايدك كده لحد البقسماط ما يمسك فيها، وتنفضيها كويس قوي وتنزلي بيها في الزيت. زيت يكون سخن مش مغلي، لا يعني زيت سخن. تمام كده. لحد بقى طبعا ما تقليها، مش هتاخد معاكي من دقيقه لدقيقه ونص، من الوش ده من الوش ده هيطلع معاكي البانيه زي الفل. يلا بالهنا والشفا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وللمره برضو التانية بشكركم جدا جدا، وبشكر كل المشتركين جداد معايا. على راسي يا جماعه من فوق، كل المشتركين معايا في القناه على راسي يا جماعه، على راسي. وما تنسيش اللايك، وما تنسيش، واللي بتتفرج عليا جديد ومشيتي كده وعديتي كده من غير ما تحطي اللايك ولا تحطي الاشتراك بتاعك يا جميله، لا ارجعي كده تاني وحطي الاشتراك وحطي اللايك. يلا اشوفكم على هنا بقى خير انا في كنت فيديو بنزل جديد، بالكميه وباي باي. كلها. لو تلاحظي ان انا بضغط عليها بكفي ايدي كده. والافضل انك تحطي البقسماط او الفيجيتار في صينيه زي ما انا عامله كده، عشان ما تبهدليش البوتاجاز وعشان كمان ما يهدرش منك. هنا انا بنزل بالراحه قوي، باخد بالي، بكون حذره جدا عشان الزيت ده يا جماعه يعني ايه، بصوا يعني إيه، اعوذ بالله لسعته وحشه قوي. ربنا طبعا يا رب يبعدنا عن اي حرق، الحمد لله. لان انا كانت حصل برضو معايا موضوع حرق في ايدي برضو، كنت ماسكه صينيه كانت سخنه وحرقت ايدي، فسابت علامه في ايديا، بس انا بعالجها يعني. يعني الحمد لله. هنا كنت انا بوريكي، بصي البانيه عامل معايا ازاي، بقلبه يمين وشمال عامل ازاي، ما القشر متماسكه فيه وما بيعملش وناشف يعني، مش مثلا كده، لا ناشف حلو يعني، ومش شارب زيت ولا اي حاجه. هنا بقى انا هنزل بقى بقيه الكميه كلها. ما بياخدش معاكي دقيقه يعني، خلي بالك ما بياخدش معاكي دقيقه.
وحاولي كل فتره انك يعني مثلا كل مثلا ايه واحدتين ثلاثه كده تصفي بقى الزيت وايه عشان الرواسب اللي فيه، وعشان ايه الدقيق او البقسماط اللي نازل فيه، يبقى معاكي الزيت رايق كده ونضيف، وما يكتلش معاكي وما يسودش البانيه نفسه. يعني كتر ما تستعملي مره واثنين وثلاثه هتلاقي البانيه ممكن ايه يغمق منك شويه. لا صفيه بقى كده خالص وتحطيه بقى كده يبقى ايه نضيف معاكي ورايق معاكي. هنا بقى انا كنت عملت مكرونه بصلصه، المفروض انا كنت عملت مكرونه سباكيتي، بس انا كانت المكرونه خلصت من عندي السباكيتي، فلقيت دي عندي فقلت يعني مش هتقول لا، حلوه يعني، واقل من كده رضا يا جماعه، حلوه قوي. ولو هتعملي البانيه ده جنبه سلطه وشويه بطاطس محمره وعيش برده رضا زي الفل. نقول الحمد لله على النعمه اللي احنا فيها، الحمد لله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. وللمره الاخيره يا جماعه مش هزق منكم ابدا، ان كل اللي بيتفرج عليا يعمل لي اشتراك يا جماعه ويحط لي لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.